هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. مقربه من الكاميرا قوي ومدخله وشي قوي في الكاميرا لانه حاليا انا جاتلي احساس كده من الحاجات اللي مش بتجيلي كتير، انه انا عايزه احط ميك اب. ايه لايك ان انا عايزه احط ميك اب بقى، يعني عايزه اتفنن كده واحط ميك اب. اولا انا اسفه جدا على صوتي اللي رايح، بس ايه، هحاول اتكلم بالراحه عشان تفهموا. الفيديو ده ميك اب توتوريال، هيكون فيديو وانا بكلمكم عن الميك اب ازاي بنحطه ستيب باي ستيب. بس الفكرة ان انا هركز في كل خطوة لوحدها، علشان لو في اي خطوة صعبة عندك او عندك سؤال معين يخص الخطوة دي بالتحديد تقدري تكتبيه في الفيديو الخاص بيها فاعرف ارد عليك. تاني حاجة، عشان الفيديوهات ما تكونش طويلة قوي، وعشان انا برغي كتير وبتكلم كتير، فعلشان اخد وقتي في كل ستيب براحتي، واقول لكم بقى يعني معظم كده التريكس والتبس اللي انا بحب اخد بالي منها في كل خطوة، وانتي تشوفي انتي حابه تكملي الخطوه اللي بعدها ولا توقفي لحد كده. اهم حاجه لو الفيديو عجبكم وعايزيني اكمل، تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا كومنت ان الفيديو عجبكم، لانه انا لو ما لقيتش تفاعل ولقيتكم مش معجبين بالفيديو بصراحه مش بتحمس ان انا انزل تاني، لان زي ما انتوا عارفين انا بحب اعرف اكتر نوعيه الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها وبتحبوا نتكلم عنها. انا عامله هنا الكوفي بتاعتي اهي بشربها معاكم وانا عماله احضر. شعري طول يا جماعه واللون بقى تحت وفوق ما بقاش فيه لون خالص. بفكر اروح اعمل، مش عارفه اقصه ولا اعمل لايتس ولا اسيبه لونه كده ولا اعمل ايه. قولولي رايكم كده واقتراحاتكم، يعني ما بين ان انا اقص، عارفين الباتر فلاي اللي هي القصه الباتر فلاي اللي هي زي الفراشه اللي هي قصه ولاير 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 لايرز كتير كده، بس سمعت برضو انه بتجهد الشعر قوي. مش عارفه لو انتوا ليكوا تجربه معاها قولولي برضو في الكومنتس. بصوا وشي، انا غاسله وشي طبعا، مش حاطه نقطه حاجه خالص، علشان نبدا باول خطوه. زي ما قلت لكم هقول لكم اول ستيب وهنكمل في الفيديوز اللي بعد كده. مينلي هقول لكم الستبس اللي احنا نمشي عليها ايه. اول حاجه هتكون سكين بريبريشن، ان احنا نحضر وشنا اصلا للميك اب. تاني حاجه هيكون البيز، ان احنا ازاي بنعمل البيز او الفاونديشن بقى والكونسيلر والايه والبيز كده. والتالت حاجة هتكون العين، رسمة العين، سواء اي شادو او اي لاينر، او هنعمل ايه الفكرة اللي هنعملها في العين. وبعد كده الحواجب، وبعد كده هيكون البلاشر بقى والايه الفينيشنج بتاع الميك اب، البلاشر والليبستيك والماسكارا وكده. فدي مينلي هتكون الخطوات اللي احنا هنعملها في الفيديوز. طيب خلينا نبدا باول حاجه وهي السكين بريبريشن. بصوا حبايبي، مبدئيا كده عشان تجهزي وشك للميك اب لازم تعرفي نوع وحالة وشك ايه، بشرتك نفسها نوعها ايه، يعني نوع ده عامة، وشك اويلي ولا وشك دراي ولا وشك عامل ازاي، والكيس بتاعته ايه، سنسيتيف دلوقتي، عندك اريتيشن، عندك احمرار شوية، عندك بلامشز، حاسة ان وشك اماكن فيها قشر واماكن لا. ده كله هيفرق في السكين بريبريشن. ازاي؟ انا مثلا دلوقتي انا وشي في العادي مختلط، يعني الحتة دي عندي شويه بتكون دهنيه والاماكن دي بتكون جافه، وعندي الحتت دي كمان جافه. اوكي، بس مينلي لما بتحطي الميك اب ايه المشكله اللي بتضايقك؟ يعني بتضايقك مثلا ان في ميه بتطرد الميك اب، في ناس وشها بيشرب الميك اب، في بنات وشها بيخطط لما بتحط الميك اب. كل الحاجات دي لازم تسالي نفسك عنها قبل ما تعملي السكين كير او السكين بريبريشن بتاع الميك اب. طيب خلينا نتكلم عن اكتر حاجات كومن، وهي الخطوط والميك اب وشي بيشربه، وانه بيشقق جامد، وانه بيكون شكله مش جلوسي كده، وبتحس ان هو ناشف او كيكي، اللي هو زي تحس ان هو او كيكي شويه، شكله مش لطيف. اوكي، الحاجات دي كلها معظم المشاكل هتحليها بالترتيب الكويس، وانك تحطي السكين كريم بكميه كويسه وتسيبيه شويه على وشك قبل ما تبداي تحطي الميك اب، مينيمم ربع ساعه. اوكي، طيب انا برضو حتى في الخطوه دي ليا هاك او ليا تip، ان انا بحب احط التونر يكون مرطب، اي تونر مرطب، بس بحب قوي اللي هو الكاسر اكس دوت، اللي هو بتاع اللي هو الكوري. عامه المنتجات الكوري طبعا مفيش خلاف عليها، بس التونر ده فعلا افكت بتاعه رهيب، بحب احطه. وبعد كده اي لايرت مع المويسترايزر المرطب. اوكي، وهنا هيكون عندي حاجتين. اول حاجه
لو انا نازله بالليل او بعد الظهر مش محتاجه سان سكرين، هحط واحد من المرطبات دي او المويسترايزرز دي. ده اللي هو بتاع سكين سايد، حلو جدا جدا جدا، وخلصته اهو. عندي علبه تانية. وبتاع تيلوفيل ده برضو لطيف وحلو جدا. اوكي، بس بصراحه انا بفضل سكين سايد، بحسه اكتر بيجو كده شويه صغننين بيروحوا على السكين. والله الاتنين حلوين، بس انا شويه استخدمت ده اكتر يعني، عشان بس ما كنتش مش حقانيه يعني، بس انا حاسه انه ده ارتحت له اكتر. اوكي، الاتنين دول. اوكي، وبعدين طبعا حاجه مهمه جدا الاي كريم. لازم تحطي كريم للعين مخصوص، ولو بيطلع لك خطوط هنا الميك اب بيخطط، هتحطي كريم العين في الاماكن دي او الاماكن دي، الاماكن اللي بتخطط عندك حطي كريم العين فيها. اوكي، دي حاجه تانية. لو نازله بالنهار برضو حاسه وشي ناشف قوي، هستخدم ده ممكن مع ده من بيز لاين. صوتي يا جماعه رايح خالص، معلش. القوام برضو بتاعه اللي هو تقيل شويه، فبيعمل لاير كده خفيفه ما بين الميك اب وما بين الوش. اوكي، انا كده قلت لكم. طيب ازاي بقى؟ تعالوا نشوف اهو المرطب اهو. اول حاجه ايه، والتونر ده على طول وهو على وشي. هستخدم معاكم النهارده السكين سايد، او اقول لكم على حاجه. تعالوا نستخدم التيلوفيل. اوكي، بص وشي مبلول اهو، وهستخدم على طول المرطب. اوكي، كميه كويسه كده وهوديها. ده كده طبعا كتير. اوكي، وهمسك كريم العين على طول. اوكي اهو، هبدا على طول بقى والتونر على وشي احط الكريم. وطبعا تروحي على عينيكي تاخدي الكريم وتعمليه كده اهو، زي ما قلنا هندخله في الاماكن دي اللي هي بتخطط. وهنا اهو. ما تنسيش شفايفك برضو. بصراحة بحط الكريم على وشي، لانه انا يا جماعة مع انه بحب احط الحاجات بخطوات اسهل، فاهماني؟ مش مقعدش اعمل 200 خطوة. بصوا، حاجة مهمة جدا محدش بيقولها ومحدش بيتكلم عليها، بس ترطيب الحواجب قبل الميك اب مهم قوي، خصوصا لو انت بتستخدمي اي واكس او اي سوب او بتحطي اي حاجة في حواجبك باودر. لازم ترطبي جلد اللي تحت حواجبك علشان الشعر ما يقعش. بصوا، اتشرب على طول. انا حاسة ان وشي شوية جاف، فده زي ما بقول لكم ممكن احط ده، او لو انا نازله بالنهار هحط فوق المرطب السان سكرين بتاعي. وبتاع ايب دي، الماركه دي انا بحبها جدا وكلمتكم عنها قبل كده، حلوه قوي. وكمان اللي هو برضو كوسر اكس اللي هو الفيتامين اي، فيتامين اي فيتالايزنج سان سكرين، ده برضو كويس قوي. هستخدم اي حاجه منهم، بس بقى اللي بحبه فيه اللي هو الفيتامين اي ده ان هو بيدي الوش جلو. هنقول ان احنا نازلين بالنهار. طبعا لو بالليل ممكن احط اي كريم مرطب. اوكي، هحط بقى من الكوسر اكس ده شويه عشان اوريكم بس الجلو اللي بيعمله حلو قوي يا جماعه. طبعا السان سكرين يعني اتس ماست لو انت نازله بالنهار، حتى لو مش هتحطي ميك اب. السان سكرين طبعا لازم بالنهار حتى لو انت مش هتحطي ميك اب. عايزه اقول لكم ان انا وشي ناشف لدرجه ان هو خد السكين كير كله اتبلع كده زي ما بنقول. اوكي، بصوا اللمعه، شايفين دي اللمعه اللي بقول لكم عليها اللي انا بحبها من السان سكرين دي. وده كده زي ما قلت لكم ده السكين بريبريشن او تحضير الوش للميك اب. اوكي، حطيت الاي كريم وحطيت الكريم وحطيت السان سكرين وحطيت التونر المرطب وحطيت على شفايفي كمان من الكريم اللي انا استخدمته. وبعد كده هسيبه 10 minutes، ربع ساعه قبل ما احط الميك اب. لو عجبكم الفيديو لحد كده واستفدتوا، اعملوا لايك للفيديو واكتبوا لي done او انه تمام، ونكمل علشان انزل لكم الجزء التاني بكره على طول، وهيكون
تاني خطوة وهي البيز اللي هو الفاونديشن والكونسيلر، وازاي بقى نعمله فلولس من غير ولا غلطة. تعملوا لايك للفيديو وتأكدوا بقى ان انتوا عاملين سبسكرايب او الزرار اللي هو الاحمر بتاع الاشتراك عشان تشوفوا الفيديوز كلها. اشوفكم بكرة بإذن الله. باي باي.